السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في عدد جديد من حصة الموعد الاقتصادي. الموعد الاقتصادي التي تبث عبر قناة الخبر KBC، نتناول فيها مواضيع الاقتصاد. في هذا العدد ارتئينا نختار موضوعا مهما بالنسبة للسياحة، هو العمارة الصحراوية في الصحراء الجزائرية. لماذا لا تهتم الدولة كثيرا بهذا المجال؟ وقبل أن نفتح باب النقاش والحوار، أرحب بضيفي الكريم السيد مراد ماروك، أستاذ باحث بجامعة سعد دحلب، مختص في العمارة الصحراوية. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا، شكرا الأخ وليد على الاستضافة. قبل أن نفتح باب النقاش نشاهد هذا الفيديو الذي يتحدث عن العمارة الصحراوية ودورها في السياحة في الجزائر، ونعود لنناقش هذا الموضوع. الجزائر بإرثها السياحي وإمكانياتها الطبيعية والتاريخية والدينية لا زالت تعاني معوقات لتحسين صورتها السياحية، فيما أغفلت عن مجال مهم للعمارة الصحراوية في ولاية الجنوب. قصور ومعالم أثرية وهندسة معمارية خالقة للثروة. كنز آخر مغيب يمكن أن يضر على الجزائر ملايين الدولارات، فالهندسة المعمارية الصحراوية غير مكلفة من حيث مواد البناء، فيما تغيب مراكز تكوين لليد العاملة الفنية المتخصصة في هذا المجال. دول الجوار قطعت أشواطا كبيرة في الحفاظ على عمرانها لتفعيل السياحة. ألم يحن الوقت لاستغلال كل الإمكانيات والطاقات التي تتميز بها الجزائر لخلق الثروة والابتعاد عن المداخل الكلاسيكية من نفط وغاز؟ أستاذ مراد ماروك، قبل أن نفتح باب النقاش عن هذا الموضوع المهم بدرجة كبيرة، صدقني اليوم وأنا أبحث عن العمران وعن الطابع العمراني في دول العالم. كل دول العالم تحافظ على الطابع العمراني لها، تحافظ على قصورها وعلى كل مكتسباتها التاريخية والثقافية. نحن في الجزائر على مد قرون وعلى مد العصور نمتلك قاعدة سياحية كبيرة وعمران كبير. كيف نعرف الهندسة الصحراوية المعمارية في الجزائر سيد ماروك؟ تفضل. شكرا للأخ وليد. إن شاء الله المداخلة تاعنا هذه تكون إن شاء الله مداخلة مفيدة، لأنه اليوم راح نطرقوا إلى موضوع جد حساس، خاصة في الوقت الراهن، لأنه راح نتكلم على السياحة الصحراوية إلى آخره، ولا يفوتنا الأمر إلا أن نتحدث عن العمارة الصحراوية. اللي هي عمارة قائمة بذاتها وشاهدة على تاريخ العصور عبر العصور إلى يومنا. ما يخفلكش الأخ وليد بأنه اليوم الجزائر تسخر بهذه العمارة اللي هي نموذج يحتذى به عبر التاريخ، لأنه لو نمشي اليوم للصحراء الجزائرية في أقصى الجنوب أو في أقصى الشرق الغربي والأقصى الشرق الجنوب الشرقي إلى آخره، راح تشوف باللي مجموعة من المدن الصحراوية معظمها تمتلك قصور، وهذه القصور هي شاهد عيان على تاريخ عمارة. وهذه العمارة اللي عاشت عبر الزمن وعبر العصور لمئات السنين إن لم نقل لآلاف السنين. ويعني اسمح لي ما بين قوسين أعطيك نموذج. يعني لو نحكي على العمارة الصحراوية نمشيو لأحسن نموذج اللي راه عندنا في الجزائر، مثلا عمارة مدينة غرداية، عمارة قصور مدينة غرداية. نحكيو على العطف، قصر العطف اللي يقفل الألفية تاعو. يعني هذا الشيء اللي راه يأكد على أنه هذه عمارة أثبتت وجودها عبر التاريخ، وأثبتت نجاعتها في تطوير المجتمعات الصحراوية بالدرجة الأولى، وخلق نظام اقتصادي متوازن، وتطوير الفكر الهندسي والمعماري على مستوى هذه القصور على مدار الزمن. إذا من هذا الباب إذا كان بالإمكان أننا نتطرق إلى مجموعة من الأفكار اللي راح نناقشوها إن شاء الله في هذه المداخلة. ما هو دور هذه العمارة الصحراوية؟ هي عمارة قائمة بذاتها، هي عمارة لها أسلوبها الخاص، لها طابعها الخاص. سيد مراد ماروك، موضوع مهم. في دول العالم نشوف أن كل دول العالم تحافظ على طبيعة عمرانها. في أوروبا مثلا قصور مثلا في بريطانيا العظمى قصر باكنغهام، ولا حتى ساعة البيدينغ أو قصور أخرى في بريطانيا عندها تدير أموال كبيرة، ملايين دولارات، مئات الملايين الدولارات على هذه الدول. في الجزائر نمتلك قاعدة سياحية ونمتلك قصور
يعني قديمة جدا سيدي. كيف نفعلها حتى نخدم الاقتصاد ونخدم السياحة بدرجة كبيرة السيد موراد ماروك؟ اليوم نبحث اليوم عن بدائل. الحكومة اليوم تقول نبحث عن خلق ثروة. هذه القصور تخلق الثروة. نعم صحيح. العمارة الصحراوية هي كما قلنا من قبل هي عبارة عن نموذج يحتذى به. هذا النموذج اللي راح يشارك في تطوير الاقتصاد وتطوير السياحة يعني بالدرجة الأولى، لأنه أصبحت معلم من معالم السياحة. نعم. هذا المعلم حتى نلحقوا إلى درجة تطويره والمحافظة عليه. نعم. الشيء في منظوري الخاص أنه جميع شرائح المجتمع لابد أن تتكفل بهذا المفهوم وبهذه العمارة الصحراوية. كيف راح نتكفلوا بها؟ أنا في منظوري الخاص من خلال الأبحاث اللي نقوم بها أنه لازم نربي ثقافة مجتمع، وهذا المجتمع هو اللي راح يتبنى فكرة المحافظة على هذه القصور. ممكن صحيح أنك اليوم تروح تشوف القصور نتاعنا لا تلبي يعني متطلبات الحياة العصرية، وهذه حقيقة وهذا واقع، ولكن كيف نستطيع أن نكون أو نمشي بالتوازي مع هذه الإشكالية اللي راهي مطروحة حاليا؟ لأنه لو تمشي إلى معظم القصور في المدن الصحراوية نتاعنا هي قصور مهجورة، اللهم إلا بعض القصور اللي ما زالت. مثلا تمشي لتيميمون ما زال قصر محافظ، لأنه القصر هذاك راهو بمحاذاة المدينة العصرية وفي اتصال دائم مع المدينة العصرية، لأن الناس بقات في الله. ممكن نموذج قصور مدينة غرداية، بني يزكن، غرداية، مليكة، العطف إلى آخره. كل هذه القصور كذلك هي قصور اللي الناس ما زالت عايشة فيها. علاش؟ لأن في اتصال مع الوسط الحضاري اللي يزودها يعني في الحياة اليومية تاع المجتمع، وين الأفكار تكون متبادلة وتنمي أفكار على مستوى التجارة والاقتصاد إلى آخره. احنا في هذا التصور، من هذا المفهوم، من هذا الباب، لابد أن المجتمع يتقبل الفكرة أنه لازم يحافظ على هذه القصور، حتى وإن سكنت أو لم تسكن هذه القصور نعطوها ذاك الطابع على الأقل اللي راح يحفظ ويحتفظ بالهوية نتاعنا، ثقافة نتاعنا اللي هي نابعة من أصول هذا الشعب الكريم. كيف نستغلوا موراد ماروك هذه القصور من الجانب السياحي؟ كيف نستغلوها؟ هل لازم يكون هناك تنسيق، ولازم يكون عندنا مرافقة وإرادة من الحكومة حتى نفعل السياحة في هذه المناطق سي ماروك؟ صحيح. هي دور الدولة ودور المؤسسات المشرفة على هذه العمارة الصحراوية، وأخص بالذكر لأن احنا رانا مرتبطين كباحثين في هذا المجال، مرتبطين بوزارة الثقافة اللي هي المشرف الأساسي على على هذه المشاريع. لأنه ما يخفالكش باللي باش نمشيو من الجانب التقني، نحكي الآن على الجانب التقني للمحافظة على هذه القصور، لازم دراسات في هذه القصور، ويعني تهيئة دراسات شاملة لكيفية المحافظة على هذه القصور. أصل الشيء أنه لازم نصنفها حتى تعد كمعلم تاريخي، ومن هذا الباب نستطيع أن ننتقل إلى تجسيد مشروع، وهذا المشروع هو اللي راح يتكفل، هو مشروع حضاري يتكفل بترميم هذه القصور وإعادة بعثها من جديد في مشاريع الحياة اليومية للمجتمعات الصحراوية. أنا نظن يعني من وجهة نظري الخاصة أنه كما قلت مقبل تفعيل دور المجتمعات هو الدور الرئيسي، ومساهمة الدولة اللي هي المشرف الرئيسي على هذه القصور وعلى هذه العمليات اللي راح تحضر مشاريع للترميم، أنه هذا الدور هو الدور الرئيسي اللي راح يتكفل مستقبلا بتنمية فكرة ترميم هذه القصور لدفعها في عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية. نعم، حتى نبتعد عن الاقتصاد الكلاسيكي، نبتعد عن الريع ونبتعد عن النفط. اليوم نحن أمام فرص أخيرة، يعني الجزائر تتآكل احتياطاتها من حيث الصرف. البترول لم يعد هو ذلك الذهب الأسود، اليوم كل الدول تبحث عن البدائل. عندنا فرص في الجزائر سي موراد ماروك، من بين الفرص هذه قصور والعمارة الصحراوية في الجزائر. يعني لو كنت حتى العمارة الصحراوية، نعرفوا العمارة الصحراوية غير مكلفة، يعني ما يشبه اللي نحن نصرفوا عليها أموال كبيرة، يعني هي عامل مساعد لحتى صحيح طابع السياحي. هي اللي يشوف الإنسان اللي يتمعن في حقة الأمور، لأنه ما يخفالكش في
في عمليات الترميم راهي عمليات مكلفة. نعم. يعني من الجانب المالي عمليات مكلفة في بعض الأحيان. نعم. حسب طبيعة نعم. وحجم المشروع اللي يمشي للترميم. ولكن الهدف الأساسي من هذا كل شيء وشنو هو؟ الحمد لله احنا الجزائر تزخر بكل هذه فرصة ذهبية أستاذ. نعم نعم فرصة صحيح صحيح صحيح. لما نحكي على باش ما ندخلوش في إطار الترميم يعني كمختص في ترميم أو قضية تقنية، احنا نمشيو يعني بصفة عامة نحكيو باللي أنا هذه المشاريع ما تكلفش من منظور تاعك، ما تكلفش من باب أنه المواد التقنية المستعملة هي مواد البناء، هي مواد محلية الصنع. نعم. يعني متوفرة. نعم. الحمد لله المادة الأساسية متوفرة. نعم. الشيء اللي ينقصنا احنا المشكل تاعنا الأساسي وشنو هو؟ يعني كيفاش رايحين نكونوا يد عاملة مؤهلة اللي راح تقوم بترميم هذه الأمور. بالك حاليا الحمد لله أصبحت كاين بعض المدارس اللي راهي بدات ولا بعض المحاولات تاع بعض الناس اللي راهم يحاولوا يأطروا شباب في إطار المحافظة على التراث إلى آخره، وأنا واحد منهم يعني على مستوى جامعة البليدة، وعندي زملاء تاعي اللي راهم معايا ثاني في نفس المجال، وين نقوم بمحاولات ولكن أظن بين قوسين تعد محاولات محتشمة لأنه نقص الإمكانيات، نقص الظروف إلى آخره. من هذا الباب نقول لك باللي صحيحة حقيقة مش تقول الأخ وليد، لأنه المواد المستعملة فيها هي مواد محلية تخصنا اليد العاملة المؤهلة كما قلت، اللي هي راهي مشكل بالنسبة لنا. أنا أذكر على سبيل المثال مثلا التربص اللي درته مع الطلبة نتاوعي في مدينة جانات، وبالمناسبة نشكر جميع الناس تاع أهالي جانات اللي عاونونا في هذوك على مرور هذه ال3 سنوات الماضية، وعلى رأسهم الأخ رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جانات اللي نوجه له التحية بالمناسبة، وجميع السكان. نعم. اللي شاركنا في هذا يعني من خلال القيام بتأطير الطلبة، يعني توفير للطلبة جميع الأمور باش قمنا ببعض العمليات تاع الترميم كنموذج. تلاحظ باللي اليد العاملة اللي نبحثوا عليها ما كانش. كانت عندنا صعوبات في تحديد اليد العامله اللي نديروا النموذج نتاعنا للترميم. نعم، شكرا سي مراد ماروك. اذا فاصل اشاري ونعود ونواصلوا نتحدثوا عن النقطه هذه بالذات، عن اليد العامله المؤهله فنيا. نشوفوا في دول الجوار اليوم صحيح، ناخذ مثال المغرب اليوم تدرس يعني حتى بالنسبه للاطفال راهي مدرسه 7 و8 سنوات، يعني صح. هذا شيء يحسب لهم حتى يخدموا سياحتهم اليوم. اذا فاصل اشاري ونعود لنواصل النقاش والحديث عن دور العماره الصحراويه في السياحه ومنها في الاقتصاد. مرحبا بكم مجددا في حصة الموعد الاقتصادي في جزءها الثاني. نحن نتحدث عن العمارة الصحراوية ودورها في السياحة والاقتصاد. أستاذ مراد ماروك، موضوع مهم صدقني، نتحدث بكل صراحة. اليوم الجزائر عندها فرصة أخرى في صحرائها، في قصورها، في بناء وتشييد هندسة معمارية صحراوية جزائرية خالصة. كنت تحدثت لي أستاذ مراد ماروك قبل الفاصل عن اليد العاملة الفنية. كنا مدينا مثال في المغرب يدرس بالنسبة للأطفال عدة فروع في البناء وفي الهندسة المعمارية وفي النقش. غايبة الثقافة هذه في الجزائر وغايبين المدارس هذه في الجزائر. أستاذ مراد ماروك، حقيقة هذه صحيح من الجانب صحيح. احنا كانت عندنا تجربة في مدينة فاس في 2001 وين أنا مشيت لمدينة فاس. نعم. يعني شفت مباشرة كيفاش الناس يعني يحضروا جيل كما نقولوا احنا بالفرنساويه سي لا ريليف. هما عندهم لو سيستيم دو معلم هذا، يعني الانسان اللي متمكن من الصنعه هذه، مختص مثلا في الزليج ولا في النقش على الخشب ولا على في البلاطر الى اخره. هذا الناس تسيب انه هذه الصنعه يورثها لانه يفتح كمدرسه تقليديه كما احنا نقولوا بصفه العامه. احنا شفتها في مدينه فاس، في المدينة القديمة مدينة فاس، وين لاحظت بأم أعيني. يعني شفت الأطفال صغار السن تاعهم ما بين 6-8 سنوات. ممكن هذوك الأطفال ما تمكنوش من فرصة التعليم يعني على مستوى المدرسة، ولكن عندهم مدرسة الحياة اللي علمتهم أنه يأخذ صنعة، وهذه الصنعة اللي راح تشارك. وهذا هو سر الموضوع لأنه باش اليوم نحكيو على السياحه والعماره الصحراويه الى اخره. ما نتكلموش خطوط عارضه على السياحه، بارك الله السياحه في الواجهه. لا. نتكلموا عن العمق، كيف نطور السياحه، كيف نطورها. يعني الاصل منين نبداوها، هذا هو المشكل نتاعنا احنا اليوم. هذه العماره الصحراويه هذه باش اليوم نحكيو على اليات المحافظه عليها وتطويرها الى اخره، لازم نفكر. لغه الخشب لم تخدمنا لسنوات. بارك الله فيك. هذه حقيقه. اصبحنا ننتج كلام مستهلك.
خلاص من الكلام المستهلك، ماذا بنا نمشيو الى امور يعني تطبيقيه فعليه، تفعيل الاليات هذه. لانه بالك في رساله الدكتوراه تاعي وكنا تحدثت انا وياك من قبل شفت انا مختص في العماره الصحراويه، ورساله الدكتوراه ان شاء الله راهي ماشيه في هذا الاطار، يسموها العماره الصحراويه اليات التطور ودور المجتمعات في المحافظه عليها. وخذيت نموذج للدراسه ونموذج قصور مدينه جانات، لانه لابد ما عندناش الخيار، لأنه الواقع الاقتصادي حاليا كما كنت تحكي مقبل خلاص لازم نخلقوا ثروة. وهذا الثروة اللي نحكيو عليها واللي راهي في عامة الناس كلها تحكي على خلق الثروة إلى آخر هذه الثروة كيفاش نخلقوها. الحمد لله الجزائر راهي بلد شاسع وبلد كبير وغني بالثروات هذه اللي نحكيو عليها باستثناء النفط إلى آخره، باش احنا نفعلوا هذه المنظومه في اطار المحافظه على هذه القصور. تكوين جيل اللي راح هو يخدم القصور، اللي راح يحافظ على القصور، تكون عنده ثقافه القصور والمحافظه عليها باش نمشيو الى تطوير السياحه في بلادنا. وكان هو في الكواليس أن دول الخليج يعني كذلك تهتم بهذا الميدان وهذا الجانب، وعندك دراسات على ما أظن في سلطنة عمان إن شاء الله سيد مراد ماروك فيما يخص إن شاء الله. أنا كان عندي إن شاء الله بالك راني ماشي في خلال الشهر هذا إن شاء الله بالك في أواخر هذا الشهر أني ماشي إلى جامعة السلطان قابوس، وين تلقيت دعوة يعني للمشاركة في مشروع توثيق الحارات العمانية على مستوى كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. راح نشارك بالمناسبة نوجه التحية للدكتورة نعيمة بنكاري اللي هي دكتورة باحثة جزائرية مقيمة بسلطنة عمان، واللي هي المشرفة على المشروع، واللي هي اللي يعني وجهت لي الدعوة. رانا ماشيين في هذا الإطار. أنا واش راح ندي معايا في هذه الفرصة إن شاء الله؟ هي فرصة للتعريف بالسياحة الجزائرية وبالعمارة الصحراوية، نديها نمشي معايا وين راح نعرض بعض أعمالي اللي قمت بها على مستوى مدينة جانات. حتى دول الخليج يعني حتى يتعرفوا. دول الخليج تهتم كذلك بالسياحه وبطابعها العمراني، وهم نجحوا في هذا المجال. علاش نجحوا في هذا المجال؟ خاصه كما مثلا سلطنه عمان هي عباره عن يعني دول الخليج معروفه باللي هي مناطق صحراويه وين ممكن فيها العصرنه بانت مثلا من خلال البنايات، مثلا نموذج مدينه دبي الى اخره. ولكن لو تمشي مثلا سلطنه عمان الى اخره، هي ما زال في هذاك الطابع التقليدي اللي وين يستقطب سياح وكثار. يعني أصبحت هذه العمارة الصحراوية وهذا النموذج التقليدي وهذا النموذج الصحراوي للعمارة هذه أصبح هي منبع للثروة بالنسبة للبلد. أنت مثلا شوف سياح ألمان كما تحدثت مع الدكتورة ناعمة، وين السياح يجي يصرف فلوس وين في امور يعني بسيطه جدا، يحب هذيك العماره وين يبات وين يرقد وكيفاش ياكل الى اخره. احنا حابين ندخلوا العماره الصحراويه نتاعنا تدخل من هذا الباب، لانه هي غنيه وثريه، لانه العماره الصحراويه نتاعنا هي عماره يعني مختلفه من منطقه غنيه أخرى جدا. انا نقولها ونعاودها، العماره الصحراويه نتاعنا انا بالك راني في هذا المجال في مده 7 أو 8 سنوات في البحث تاعي. هي عماره غنيه جدا، يعني كنز راه بين يدينا اليوم، نقولوا بكل يعني راه كنز لازم نحافظوا عليه وما بقاش الوقت، لانه كما يقولوا لازم ندق ناقوس الخطر، لانه هذه العماره الصحراويه راهي تندثر يوميا. عشرات البيوت تسقط في هذه القصور يوميا، واحنا شاهدنا هذه الامور. وانا اتحدث معك نشاهد هذا الفيديو فيما يخص مدينة على ما اعتقد مدينة جانات، وصور من مدينة جانات كذلك. في هذه الأثناء نشاهد هذا الفيديو، صور يعني رائعة وصور جميلة سيد مراد ماروك عن سياحتنا في الجنوب وعن مناطقنا السياحية في الجنوب. تصور من مدينة جانات ونتكلموا على مدينة غرداية وعدة مدن في ميمون، يعني بني عباس، يعني عدة مناطق. تصور وأنا يعني تاغيت كذلك نمشي من بين مدينة باتنا حتى مدينة بسكرة، هناك شرفات، ومدينة غوفي، شرفات غوفي، شرفات رائعة، بنايات لبالكون غوفي. تصور معروفين في 1912 كان الفرنسيين، كان عند الاستعمار الفرنسي كان عامل فندق انا في المنطقه، يعني امام بجانب شرفات غوفي. يعني عندنا مناطق كبيره في الجزائر يعني تزخر بها الجزائر. ألم يحن الان يعني نقولوا انا امام فرصه يعني ذهبيه استاذ مراد نحو البحث وخلق
سياحة وخلق اقتصاد عن طريق السياحة سي مراد. صحيح. أنا اسمح لي برك سي وليد نضيف شيء اللي هو مهم بالنسبة لنا. لو نعاودوا نقولوا سنوات السبعينات مثلا، السياحة في الجزائر كانت سياحة رائدة يعني صح التعبير، لأنه في هذيك السنوات كانت مجموعة من الفنادق التي بنيت في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين في ذيك المرحلة، وين مجموعة من الفنادق على مستوى يعني الصحراء. نعطيك هو المهندس المعماري معروف، هو المهندس فيرنان بويون اللي معروف، اللي بنى هذا اللي كانت عنده المشاريع اللي صممها. عندك مثلا فندق الجنوب على مستوى غردايه، عندك فندق طاهات في تمرست، عندك فندق قراره، عندك مجموعه من المشاريع. كانت يعني كاين حركه، كاين ديناميكيه فعلت انذاك لتدعيم هذه العماره الصحراويه بطريقه غير مباشره، لانه الناس كانوا مازالوا ساكنين في القصور ومازالوا في علاقه مع السياح. كل واحد اللي قعد في القصر عرف باللي قيمه القصر، لانه السياح راهم يجيو. طور صناعه تقليديه، طور سياحه محليه، طور الى اخره. اليوم انا قلتها ونعاودها لاني من خلال هذا البلاطو الكريم اوجه يعني الدعوه الى جميع الشرائح باش اليوم لازم تكون وقفه مع هذه القصور. نتمنى وزير السياحه عمار غول يكون يسمع فينا، لان في كل مره في كل خطاباته كان يتحدث عن السياحه في الجنوب. السياحه في الجنوب لازم تفعل يعني في عمقها، يعني في اليات حقيقيه، من بينها يعني الهندسه المعماريه الصحراويه حتى نحافظ على قصورنا. بارك الله فيك. احنا من هذا الجانب يعني باش ما نهملوش، بس لان تحدثنا بالك في جانب الحوار تاعنا بزاف على القصور، ولكن كاين يعني كاين جانب اخر لازم تطوير مشاريع مستقبليه اللي راح يعني كما يقولوا تاخذ بعين الاعتبار تطور على المستوى المحلي، حتى الطابع العمراني، المراكز السياحيه والفنادق لازم يكون عنده هذا الشيء. الا كان تسمح لي السي وليد، انا الشيء اللي قمت به، وهذا بالمناسبه كيفاش جات احنا الفكره تاعنا باش اصبحنا مهتمين بهذه العماره الصحراويه. جات الفكره على اساس انه في 2012 في الايام الدراسيه الايام الدراسيه تاع 2012 كانوا بعثوا لنا دعوه باش احنا نمشيو نديروا محاضرات في اطار الدراسه التاريخيه لقصور مدينه جانات وما هي الاليات للمحافظه عليها الى اخره. وجهت لنا الدعوه انذاك من قبل المشرفين على الحظيره الوطنيه للتصيلي. وبالمناسبه اوجه شكري الخاص السيد محمد العيد صمادي اللي هو محافظ رئيسي للتراث، لأنه هذا الإنسان هو اللي حقيقة لازم كلمة الحق نقولوها يعني احنا ما كنا نعرفوه، وهذا الإنسان اللي سهر على نجاح هذيك الأيام الدراسية اللي هي كانت المنطلق. لأن اليوم في البلاطو معكم نتحدث عن العمارة الصحراوية، لأنه كان كل سنة يقوم معنا في التربصات اللي يقوموها مع الطلبة في مدينة جانات، يقوم بالتأطير معنا في هذا الآخر. بالمناسبة قلت باللي أنه احنا هذيك الدفعة اللي كانت في الأيام الدراسية اللي احنا انقلنا كان التواصل، لأنه الجامعات اللي سعد حلب هي الجامعة الوحيدة اللي خذت لي زونجاجمون تاعها هذاك الوقت. وين أنا شخصيا أشرفت على دفعات في النظام الكلاسيكي للسنة الخامسة للتخرج، وين قمنا بمجموعة من المذكرات التخرج فيها مشاريع معمارية راح نشوفوها ان شاء الله، نبعث لكم نموذج منها تشوفوا وين قمنا بمشاريع مستقبليه في الجانب السياحي، في الجانب الثقافي، في الجانب التجاري، في الجانب يعني جميع الجوانب للمنطقه التصيلي. حاولنا نبرزوا فيها مجموعه من المشاريع مستقبليه بفكره مستقبليه. استاذ مراد كنت نتحدث بصراحه اليوم المشاريع السكنيه في الجزائر عموما مشاريع مراقد، يعني تشوف المنظر عمارات وعمارات وعمارات وعمارات، حتى ما فيهاش طابع تاريخي ولا طابع عمراني جزائري محض حافظنا عليه خليط. اليوم شوفوا على عبارة عن مراقد، حتى المنظر يعني يشميز له الأبصار. يعني كي يشوف منظر كيما هذاك كيف نحبوا السياح انه يكونوا في الجزائر كذلك، يعني لما يشوف عمارات ولا طابع عمراني يعني جزائري خالص حافظنا عليه. استاذ مراد احنا بالمناسبه في الاعمال نتاعي اللي يعني نقدم فيها في اطار الدكتوراه تاعي ان شاء الله، انا في رحله البحث، بس سميتها في رحله البحث عن الطابع المعماري الخاص بمنطقه جانات، وين راني نبحث باش ندرس جميع يعني العناصر المعماريه التي يمكن اسقاطها على المشاريع المستقبليه لمدينه جانات، بحيث يكون التواصل ما بين التاريخ ما بين الماضي اللي هو متمثل في حضاره القصور الى اخره، والمشاريع المستقبليه اللي ممكن نبنيوها في المنطقه باش يكون كاين تواصل. اذا انا نوافقك 100% الشيء اللي كتقول فيه، لانه اصبحنا في رحله البحث عن الهويه. بالفعل. إذا كانت توافقني في الرأي. بالفعل. رانا في رحلة البحث عن الهوية، الهوية هذه مثلا في الجانب المعماري وين راهي متجسدة هذه الهوية. إذن
احنا لازم يكون عندنا تفكير عميق، ويكون عندنا دعم استشرافيه استاذ مراد. اليوم امامنا فرصه حقيقه، نتكلموا على الطابع، نتكلموا على العماره الصحراويه، نتكلموا على صحيح في مجالها في السياحه، امام فرصه ذهبيه اخرى حول نجاح السياحه في الجنوب. صحيح هذه السياحه في الجنوب اللي هي كما قلنا وركزنا عليها في بدايه الحديث نتاعنا، انه اصبحت قطب اقتصادي هام. اليوم اصبحت هي يعني نقطه لخلق الثروه. نعتمدوا على السياحه الصحراويه يعني الصحراء ما شاء الله. لو تشوف البلاد تاعنا راهي فايته 80% كاع صحراء. في تونس منطقه، في توزر ولا في البورما، يعني منطقه تلقى فيها قصور سياحيه يعني كثيره، ويزوروها سياح اجانب يعني من عده دول. نحن صحراءنا كبيره وامكانياتنا اكبر وتاريخنا اكبر. يعني نتكلموا على جوانب تاريخيه في الجزائر، عندنا متاحف وعندنا اماكن اثار، يعني اماكن تاريخيه على مدى البصر. سي مراد شوف ما تروحش بعيد سي وليد، انت تعرف المنطقه في 30 ثانيه استاذ. لان الوقت دائما ما نروحوش بعيد، نشوفوا غير منطقه إهرير، منطقه هي منطقه رائع. سياحيه بالدرجه الاولى. رائع. كيف منطقه كيما هذيك ما تستقطبش السياح، شيء غير منطقي. يعني ممكن ما مثل حاليا امور الامنيه الى اخره. سي مراد نتكلموا بصراحه سي مراد ماروك، لابد علينا تغير ذهنياتنا اليوم. ما بقاش عندنا البترول، ما بقاش عندنا الاعتماد الاقتصادي الريعي. هل لازم اليوم نشمروا على سواعدنا خلاص؟ أكيد. لا مجال للخمول. لا هي مش اسكو احنا لازم ليس لدينا الخيار. نعم. نحن لسنا مخيرين. نعم. نحن امام واقع، وهذا الواقع لازم يفرض علينا انه لازم نمشيو الى تطوير جميع النقاط اللي ممكن تخلق لنا ثروه في البلاد، ومن بينها العماره الصحراويه اللي احنا رانا مشرفين، واحد من المشرفين على في الابحاث تاعنا. استاذ مراد ماروك، شكرا جزيلا لك، القاك في فرص اخرى. بارك الله فيك. يعني فتحت لنا المجال الحديث عن موضوع مهم، موضوع خالق للثروه. الحكومه تتكلم على خلق الثروه، هذا مجال اخر لخلق الثروه. القاك في فرص اخرى باذن الله ان شاء الله. تفضل سي مراد ماروك. بالمناسبة يعني بكلمة أخيرة ما يفوتنيش باش نشكر باش يعني نوجه على الأقل الشكر الجزيل لكل سكان منطقة جانات والسلطات يعني المشرفة على هذه المنطقة. من بينهم نوجه الشكر الخاص إلى السيد رئيس المجلس الشعبي أكدها، وأعضاء المجلس الشعبي والوالي المنتدب، جميع فئات المجتمع المدني، رؤساء الجمعيات الثقافيه. مدينه جانات مدينه رائعه ومدينه سياحيه بالدرجه الاولى. وبالمناسبه وتحيه خاصه الى السيده مديره الحاضره الوطنيه للثقافه اللي ساعدتنا في هذه الامور. والنقطه صغيره نختموا بها، انه احنا في هذه الايام لو 11 ان شاء الله يوم 11 افريل رانا ماشيين الى إليزي لمواصله العمل مع الطلبه ان شاء الله. بالمناسبة هذه. شكرا جزيلا استاذ مراد ماروك. الى هنا ناتي لنهايه حصتكم الموعد الاقتصادي. القاكم في فرص اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا استاذ.